يقول لي يا دكتور انا لسه واكل يا دوب ما يعديش ساعه وحاسس ان انا تاني جعان. ايوه، ما انت كنت بتاكل ايه؟ ما تعرف جسمي بيعرف ازاي ان انا جعان او شبعان او يديك الاشاره انك تاكل او لا. هنعرف يعني ازاي نظبط اكلنا ونرتاح. احنا عندنا حاجتين بيعرفوا الجسم بالجوع والشبع بتوعنا. اول حاجه مستوى السكر عندي في الدم. طول ما مستوى السكر بتاعي ما بين ال70 لل100 طول ما الجسم حاسس ان هو شبعان. اول ما انخفض عن ال70 يدي اشاره يا جماعه دخلوا لي سكر عشان المخ محتاج السكر. لما بيعدي ال100 قدر الامكان بيوقفك عن الاكل عشان مش عايزك تزيد عن كده. طول ما انت من ال70 لل100 طول ما انت في النورمال. الحاجه الثانيه اللي بتحسس الجسم بالجوع او الشبع هي امتلاء المعده. طول ما المعده مليانه، لما اقول امتلاء المعده يبقى انا بتكلم على الالياف والبروتين اكتر. فطول ما المعده مليانه بتدي اشاره للمخ كفايه كده مش عايزين ناكل. طيب انا عايز ارجع للنقطه الاولانيه بتاعت مستوى السكر. احنا عندنا مجموعه هرمونات بتتعارك مع بعضها طول الوقت عشان تظبط لي مستوى السكر. حضرتك النهارده جيت كلت ساندوتش مربى، ساندوتش حلاوه، حته كيك، واحده بقسماط زي ما بيحصل دايما الصبح في الفطار او قطعه كرواسون او غيرها يعني. انا كلت ايه؟ كلت نشويات، ونشويات تبدو كيميائيا انها معقده ولكنها بيولوجيا سهله الامتصاص والهضم وبالتالي بترفع السكر بسرعه. فاول ما عملت لي الشوجر رش وعلت السكر عندي حسيت ان انا تمام. بس خد بالك ده فخ، لان لما السكر بيعلى قوي الخلايا بتاخده بسرعه جدا، تحرقه بسرعه جدا بالذات لو انت نزلت شغلك، او بيبدا جزء منه يتخزن ويرجع تاني مستوى السكر يقل. لان انت لما السكر عالي الانسولين زاد، لما الانسولين زاد كتير خلى الخلايا تاخد السكر كتير. دي حاجه وحشه عشان مع الوقت هيتخزن، لان ده هيروح للخلايا اللي بتخزن السكر فيرجع تاني تدي اشاره للمخ الحقنا ان مستوى السكر قل. ده اللي بيخليك بعد ما تاكل الحاجات اللي فيها نشويات، ونشويات زي ما قلنا هي كيميائيا تبدو ان هي معقده كومبلكس، انما هي في البايوكيمستري او في الدايجيشن بتاعها عمليه الهضم بتاعها عمليه بسيطه جدا. فدي اول نقطه تاخد بالك منها من موضوع الجوع السريع. واستنى الفيديو الجاي عشان اكلمك بتفصيل اكتر على هرمونات تانية بتتكلم مع بعضها في موضوع الضبط بتاع الشهيه والجوع والشبع. وافتكر دايما ان صحتك اهم.